ازيك يا ميس رضوى؟ نورة ازيك؟ لازم تقابليني بعد المدرسة ضروري. أنا كنت عارفة إن جميلة هترجع وتبقى في صف نورة. أنا ما بقتش عايزاها وسطنا، هتبوظ كل خططنا. أنا بقول لكم أهو، لو واحدة فيكم اتخلت عن الشلة مش هتدخل فيها تاني. انت كده بتغلطي في مثلث الرعب. لا بس احنا عمرنا ما هنسيب بعض ابدا. كنت بتأكد بس، إنما نورة فين يعني؟ محدش شايفها. خلصت الحصة الأخيرة وطارت، حتى ما سلمتش على جميلة. غريبة، دايما بتقعد شوية في آخر اليوم. حتى ميس رضوى مستعجلة، كده الموضوع فيه حاجة. طب ادخل اعمل لايك على اخر فيديو عندي. مش عامل ولا حتى لايك واحدة. ليه طيب؟ الفيديو مش عاجبني يا أخي، أنا حر. يا نور، يعني هي جت على اللايك بتاع مراد؟ ما كده كده الفيديو محدش شافه أصلا. على فكرة بقى، أي محتوى بيواجه صعوبات في البداية وبعدها بيسمع جامد والمكاسب بتبقى ملايين. مصدقك طبعا. يا ريت الملايين تيجي بسرعة بقى، عشان ميعاد الدفعة الأولانية قرب. هتيجي طبعا، ومش بس الملايين اللي هتيجي، حتى درع اليوتيوب هيجي وفي تاكسي. بقول لك إيه يا نور، ممكن تسمي القناة على اليوتيوب الصغير. صغير. هو ايه المكان اللي ميس رضوى جايباني فيه ده؟ هكلمها استعجلها. مروان؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا كنت مستنيه ميس رضوى، انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا ايه يا بنتي؟ ده بيتي. اكيد حصل سوء تفاهم، انا ماشيه. ثانيه واحده، هو انت عملت لي بلوك ليه؟ عشان بتزني وانا ما بحبش الزنانين. انا اسفه، بس انت كان المفروض تسمعني. يا ستي مش عايز. الاوبن داي قرب، وكل سنه بيطلع فيه مواهب مهمه. انا مالي؟ فرصه تعرض على زمايلك موهبتك وتبهرهم بيها فيعرفوك ويحبوك. انا مش عايز لا ابهر ولا اعجب حد، انا عايز ادخل بيتنا بعد اذنك. على فكرة أنا ماليش أي مصلحة في إني أستحمل طريقتك معايا، ولا إني أتكلم معاك بعد البلوك، ولا أنا صاحبة الأوبن داي عشان أستغلك، ولا ليا مصلحة عشان أكدب عليك. كل الفكرة إني شايفاك موهوب ومستغربة إنك مش راضي تدي موهبتك فرصة تانية. والمطلوب إيه بقى؟ ولا حاجة، هترسمه بس. موافق، بس بشرط. إيه هو؟ مش عايزة أقابل حد. اتفقنا، مش هتطلع في حتة ولا هتواجه حد، هتديني الرسومات اللي هطلبها منك وبس. طب وانتي هتعملي بيهم ايه؟ هتعرف وقتها. بس عندي طلب كمان. ايه هو؟ ترسم في حيطان المدرسة بصي انتي كده هتخليني اغير رأيي. خلاص يا سيدي، انسى موضوع الحيطان، خلينا على اتفاقنا القديم. بس انتي عرفتي ازاي يا ميس ان هو هيسمعني؟ مروان محتاج مساعدة وشاف كتير قوي، فكنت متأكدة إنه هيديكي فرصة. طب افرضي أهله كانوا شافوني وأنا واقفة بره وافتكروني بطرده. ما تقلقيش، أنا كنت متفقة مع أهله على كل حاجة. إيه ده بجد؟ زي ما أنا برضو كنت قايلة لمامتك إنك هتكوني معايا. بقى كده كل ده من ورايا؟ المهم طمنيني، أقنعتيه إزاي إنه يظهر في الأوبن داي؟ للأسف معرفتش إن أقنعه يظهر، بس أقنعته يرسم ويشارك. واحدة واحدة وهيقتنع. المهم إنك ما تستسلميش يا نورة، مروان محتاج اللي يزقه لأنه من جواه عايز يعمل ده، والدليل إنه بيتجاوب واقتنع يشارك في الأوبن داي. مش هستسلم، ومروان هيواجه الناس.